طب يا اخوانا بقى قدام حاله بالشكل ده المفروض نعمل ايه؟ القوات المسلحه احنا مصدرينها وخلاص؟ صدرنا القوات المسلحه ورحنا احنا ننام في البيت؟ موافق. يا ريتنا حتى بننام. موافق. ده احنا بنعمل عبء اضافي. يا ستي موافق. هنصدر القوات المسلحه. سيب القوات المسلحه في حالها. بلاش تدعمها. طب سيبها في حالها. ما تتعداش عليها. بلاش تتعدى عليها وعلى رموزها. اللي بيحصل النهارده مع الفريق السيسي هو ايه؟ أليس ما يحدث النهارده من الطرفين الذين ليل نهار بيكتبوا على الحيطان سيسي قاتل سيسي معرفش مين، دول بالظبط بيرتكبوا جريمه زي الناس مؤيدي السيسي اللي من خلال طريقتهم في تعاملهم مع شخص السيسي بيغتالوه سياسيا ومعنويا. بشكرك لاني مش عارفه ازاي افتح الموضوع. لا يتفتح ونقول بقى ونقول للملايين والناس تسمعنا وتسمعنا صح ويسمعنا كمان الفريق السيسي. بتمنى. انت بتتجرجر الى تصفيه مش جسديه ولكن سياسيه ومعنويه من الطرفين ممن يعادونك وممن يؤيدونك. بالظبط. الحقيقه ان الفريق اول محمد عبد الفتاح السيسي رجل عسكري يمثل المؤسسه العسكريه. لا يمثل نفسه. وان اي لواء اي فريق اي العسكريين كلهم من نسيج واحد وطني ما بيفهمش غير في دي. وان اي حد تاني مكانه كان هيقوم بنفس اللي عمله بحذافيره وبنفس الطريقه. لان الوطنيه لها معنى واحد في القوات المسلحه في مصر، ملهاش وشوش. الوطنيه سكه حديد. تخرج براها تبقى جاسوس، تبقى خاين، تتقتل. الدم هنا هو خلاص مفهومه. وعلى نفس الشاشه دي منذ شهور وكان مرسي في الحكم قلت ان الضباط المصريين الشرفاء بالنص مش هيسمحوا باي تهديد للامن القومي. وقلت انقلاب انقلاب ممكن نوصل للانقلاب العسكري. الكلام ده من شهور وقتها قبل 30/6 بكتير. اللي حصل ان الشعب هو اللي انفجر والقوات المسلحه لان ده اصله السكه الحديد. دي السكه الحديد بتاعتهم. وقفت جنب الاراده الشعبيه. هتقول لي وقفت مع فصيل ضد فصيل. فصيل مين يا حبيبي؟ فصيل الجواسيس، فصيل الخونه. قول لي هل في تناقض بين الاسلام والوطنيه؟ ليه اسلامكم خيانه؟ ليه اسلامكم جاسوسيه؟ ليه الاسلام بتاعكم ما بيحترمش الوطن ولا بيحترم القانون والدستور والى اخره، رغم ان الاسلام هو ابو الوطنيه وابو الدساتير وابو القوانين وابو المواطنه وابو كل شيء عظيم في الحياه. هو صدفه انه يخرج من مكه للمدينه ويعاشر كل الاديان وكل الملل. يعني سبحان الله. ورساله امميه تصلح للعالم كله. دي جماعه مغلقه. دي جماعه مغلقه. بس انا مهتمه بالجزء الخطير اللي جرأة حضرتك سمحت لنا ان احنا نروح نتكلم. ليه انت شايف انه يعني الرئيس السيسي الفريق السيسي انا اسفه بيغتال؟ شوف يا فندم خليني اقول لك حاجه بعد اذنك. بما اني يعني انا غلطت في المصطلح وانا عارفه ان ده يعني اللجان الالكترونيه اللي الاخوان هتشتغل عليه جدا. هتتاخد دي دونا عن كل حلقه. خليني يعني هم هيسيبوني وهياخدوا ده. خليني اقول لحضرتك انه الملاحظات اللي احنا بنرصدها في شغلنا ده عملنا بتقول ان في محاوله لتغيير صوره الفريق السيسي. مظبوط. من صوره الانسان المتدين اللي غرقت الدنيا المرحله لحد ما اتصدموا. لصورة اللي أعلن الانحياز. بدأ هنا الضفيرة تفرق. حديثا بقى دلوقتي إما يتم تصويره وتصديره على إنه رجل عاطفي اللي هي عكس المشروع العسكري بشكل عام يعني. أو إنه راجل عنده مفردات بيقعد يقولها كتير كده فيبقى يعني إيه الشكل ده. والحقيقة إنه من الخطورة بمكان إن حتى الإعلام اللي بينتمي للتيار المدني الواسع بيساهم في تصدير الصورة بالتفاصيل الكتيرة، علما انه حتى اللحظة الرجل برضو بالملاحظات بيتعامل بحساب مع الكلمة، ما بيتكلمش كتير مع انه قادر يعني يقدر يزور الوحدات ويتكلم مش كده. ما بيدخلش انفه في السياسة برغم ان احنا بنئن من ملاحظات شديدة لأداء عدد من الوزراء مش قليل في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة نفسه. وبالتالي في آلة جهنمية شغالة عبر أدواتها التقليدية، والخطير إنها عبر أدوات غير تقليدية. طب خلينا نخاطبه بقى بشكل شخصي. اتفضل. الفريق أول محمد عبد الفتاح السيسي، بكلمك من على شاشة أون تي في.
انت راجل مخابرات، مسكت قبل كده اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع. في حاجه في المخابرات اسمها الصوره يا سياده الفريق. الايمج بالظبط. لو سيادتك ما خدتش بالك كويس من ان في حد بيحاول عزلك عن النسيج العسكري وتركيز وتكريس صورتك بمفردك، كونك عبد الفتاح السيسي كشخص، لو ما خدش بالك من دي يبقى سيادتك كده هتتسبب في ازمه كبيره للي في ظهرك. لان المقصود عزلك انت الاول، وانك تبقى شاخص يتنشن عليه، وبعد ما يتم التنشين عليك يتم حل الجيش اللي في ظهرك. لان هي دي اللعبه. انا راجل بتاع ميديا وبتاع صوره، وبقول لك بقى اللي احنا بنفهمه في الصوره. اما اذا كانت العمل الاحترافي ممكن يخليك ما تاخدش بالك من موضوع الصوره دي، هتبقى مصيبه كبيره. لان الصوره جزء لا يتجزأ من شغل المخابرات في الدنيا كلها. اسمح لي انقل لك